بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الأخيار ورضي الله عن صحابته الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: هل يجوز الاستعاذة من الشيطان الرجيم أثناء الصلاة قبل البسملة؟ وهل يجوز التصديق بأن يقول صدق الله العلي العظيم أثناء الصلاة بعد قراءة سورة الحمد والسورة التي تليها؟ الإجابة: نعم، يجوز الاستعاذة من الشيطان الرجيم قبل القراءة وقبل البسملة أثناء الصلاة بصوت إخفات، ولا يصح التصديق بعد قراءة الحمد والسورة التي تليها في الصلاة. نسألكم الدعاء.